هو طالع هنا ورافع ايده كده ليه؟ تقريبا فاكر ان الدعوه مستجابه عند نقطه البلد. ناسا التي تبلغ من العمر 66 عام. 66 هو عدد مساهمات ابراهيم عادل في الدوري وافريقيا والكونفدراليه. السلام عليكم، انا حلقت وجيت، يلا بينا. بدا ماتش الزمالك وبيراميدز بعبث غريب، كل الشوارع كانت بتشجع الزمالك وصاحبك الزملكاوي الوفي عمال يبوس في ايد محمد عواد اللي ثبت الكوره، واما الزمالك خسر الاهلي اللي زعل، واعتمد مدرب بيراميدز على مبدا كفايه، عملنا اللي علينا وخسرنا وما عملناش حاجه وخسرنا، فعيب اول ما يسيبوا الماتش ونخسر برضه. اما ايمن الرمادي فما كانش عايز يخسر، سكور كبير ده لا، لكن اتضايق منه ده عادي. المهم الشوط الاول كان شوط مسير مش مخير، لعيبه الزمالك حبت تاخد الجول اللي اتفقوا عليه بدري عشان ناكل بيتزا ونريح بقى، وده حصل في الدقيقه 20 بعد كوره طايشه في حته زحمه كلها زمالك تخبط في ابراهيم عادل وتعلى، فياخدها الونش في حته فاضيه كلها بيراميدز، يلمها عبد الرحمن مجدي ويديها للشيبي اللي عرضها سهله تخبط من الارض العواد اللي يفتكر ان خير البر عاجله فيديها لابراهيم عادل. 1-0 لبيراميدز. بس كده الماتش خلص، سلام. بحب امارس عليك الكذبه المتوقعه بتاعتي. خد ملخص الشوط الاول من وجهه نظري. انت عارف اني زعقت جامد قوي للجمهور اللي قال عليك بليله بجد. طبعا ده انا مش عارف انام لحد دلوقتي منك مش معايا في كاس العالم. انت طيب قوي، انا هخسر لك. لا اكسب عشان خاطري، والله هخسر لك خلاص. انا اهلاوي وبدعمك، اكد لهم ان انت احسن مدرب مصري. انت قصرت فيا قوي، تصدق اني اخسر لك انت كمان. يلا نسيب لهم الجول دلوقتي، انا تعبت بقى. ايه يا اسطى ده سبرنت واحد عنده دوالي يا جماعه. انا باقه استخدام ايدي خلصت، ممكن تشتركوا على النوته ودي بتشغل لي البوكس والصباع. هاتها بقى كفايه كده. المعاهده بتقول مفيش خطوره والكره دقيقه معاكم وساعه معانا. الله انت هتخون ولا ايه؟ يعني جه بقول لك عايز اشتري الفدان الاخضر ده عشان العيال تسجل براحتها. شلبي ما تشوتش هناك تاني، انا هعمل ايدي تشت وشوت فيه. بابا ايه الخطوره دي؟ بيراميدز بيهاجم قوي، انا مضطر اسيب الكوره من قلقي. بولس حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس، انا مش اهو. ساعات بحب اقف مع نفسي واقول ليه يا شيبي واندم على اللي فات، بس احنا مش متفقين. لا الحمد لله عدت سليمه. حرام الكرة عايزة ايه من الزمالك تاني؟ الحمد لله على السلامة. انا لأول مرة من 130 يوم هدي لك ابو المهازل بتاع حلقته عن اللاعب المحبوب اللي سجل بمساعدة اصحابه واعدائه، اصغر وينج اللي لو بيراميدز باعه هيكون في الاغلب كوبري للاهلي وبعدها بيراميدز هيتملط. ابراهيم عادل. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في مصر والمريخ ووكاله اجزا الفضائيه المصريه. ابراهيم عادل ساقط من الافلاك الكونيه من اصل مريخي هدفه عدم رفع الزمالك من الكونفدراليه. فلو بصينا على مسيره ابراهيم عادل في الشباب سنجد انه لعب للمريخ في فتره مجهوله من الزمن ثم انتقل الى بيراميدز. المريخ الذي يعد كوكب فضائي وصورته وكاله ناسا الامريكيه. ناسا التي تبلغ من العمر 66 عام. 66 هو عدد مساهمات ابراهيم عادل في الدوري وافريقيا والكونفدراليه من طفل. طب خد الاثبات الرقمي المجهد. بالنظر للاسم ابراهيم عادل سنجد انه مكون من قسمين، القسم الاول ابراهيم عادل والقسم الثاني علي محمد حسن، ومجموع كل قسم 11 حرف. ماذا؟ الرقم 11؟ الرقم 11 الذي يؤثر في حياتي والذي له رسالة كونية في حياتي برضو. الرسالة الكونية تأتي من الفضاء برضو، خد بالك. طب خد الأخيرة. لو بصينا على إجمالي مساهمات إبراهيم عادل طوال مسيرته سنجدها 71 عالم ومهندس أخرجتهم وكالة إجزا الفضائية المصرية في برنامج الفضاء الأفريقي الذي هو مصري الجنسية. مصر التي بها نادي بيراميدز الذي يلعب له إبراهيم عادل. بيراميدز التي تعني الأهرامات التي يشاع أن بناها الفضائيين والعبيد الذين يأخذون 3000 جنيه مصري. بشكل خيوط إذن إبراهيم عادل هابط من الافلاك الكونيه من اصل مريخي هدفه عدم رفع الزمالك من الكونفدراليه. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. الحمد لله على السلامه. انا مش لاقي حاجه احكيها لك، بس لو عايز تلعب شطرنج قابلني يوم الجمعه في اي قهوه من ميدان الجيش للعباسيه وهاجي العبك بالرقعه بتاعتي. مستنيك. نسيت اقول لك خد ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر الرقعه اللي اجي اغلبك بيها. هو طالع هنا ورافع ايده كده ليه؟ تقريبا فاكر ان الدعوه مستجابه عند نقطه البلد. انا جاي اعمل واجب بالعبط اللي بعمله ده، المفروض عليه 2000 جنيه زياده ولا حاجه. الحق ده بيكلم ناس فوق. بكملي يا بفرة. عديني يلا، ولا اقول لك خلاص انت هتسوق فيها. وبعدين ايه فين التعبان اللي عايز تعمله ده؟ هو بيتفرج على نفسه، يعني هو بعد الماتشات بيتفرج طبيعي زينا على نفسه.
الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. ما تنساش تعمل لي لايك وشير وتعليق واشتراك يبقى كتر خيرك. وبس كده، سلام.